أحلى سندوتشات فراخ بخلطة متميزة، تنفع للرحلات وتنفع للناس اللي عندها امتحانات وما عندهاش أي شيء للأكل، ممكن تدوها. لو أول مرة تشوفوني أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هنزل على البانيه بتاعي ببصلة مبشورة وعصير ليمونة، وانزل عليه بالبهارات بتاعتي: ملح، حبهان مطحون، فلفل اسود، نص معلقة جنزبيل، ومعلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة من الزعتر، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، وتوم وبصل بودرة. وهخلطهم كويس جدا مع الفراخ بتاعتي وادعكم حلو قوي، وغطي عليها ودخلها التلاجة إما ليلة كاملة أو على الأقل 4 ساعات. بعد ما تخرج من التلاجة هنزل عليهم بمعلقتين من دبس الرمان، بيدي طعم حلو جدا، حادق مع حلو، وأمزجهم كويس جدا مع شرايح الفراخ وابدأ أسويها. هحط طاسة في الطاسة بتاعتي الزيت، وانزل بشرايح الفراخ وأقلبهم على الجنبين كويس قوي لحد ما الفراخ بتاعتي تستوي، وابدأ أقطعها لشرايح طولية عشان أقدر أحشي بيها سندوتشاتي، لأني هستخدم عيش التورتيلا وهستخدم العيش الفينو في عمل السندوتشات. وهرجع تاني الشرايح بعد ما قطعتها على النار، وانزل عليهم بشرايح رفيعة من الطماطم وشرايح رفيعة من الفلفل الرومي الأخضر والأصفر البرتقاني أو أي لون انتوا تحبوه، وهبدأ أقلبها كويس قوي علشان الخضار ياخد من طعم البانيه والخلطة بتاعته. وكده استوت تماما. هستخدم عيش التورتيلا، هبدأ أحط فيه بطاطس محمرة، وأحط من الخلطة بتاعتي اللي كاملة العناصر الغذائية، فيها كل العناصر، فيها بروتين وفيها خضار ومغذية جدا. وهنزل على الخلطة قبل ما ألف الساندويتش، هنزل عليها بصوص البابريكا، بيدي طعم جميل جدا، أو مايونيز أو أي حاجة انتوا تحبوها. وهلف الساندويتش بتاعي. مش قادرة اقول لكم الريحة قد ايه جميلة ومتميزة. انا عملت ساندوتشات من التورتيلا وساندوتشات من العيش الفينو، وده شكلها، ومش قادرة اقول لكم الريحة قد ايه جميلة، وطبعا الطعم متميز جدا. اتمنى لو الوصفة عجبتكم تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها الحقيقة وصفة جميلة جدا ومختلفة تماما عن سندوتشات الشاورما، وتنفع جدا للي ما عندهمش شهية للأكل وعندهم امتحانات. وبالحنان.